شويه مع بعض، احنا فعلا عندنا ازمه ثقه. عندنا ازمه ثقه في النفس وعندنا ازمه ثقه في الاخر. مش بس كده، الاخر ده ممكن يكون اي حد، ممكن تكون الحكومه، ممكن تكون السلطه الحاكمه، ممكن تكون زميلك او زميلتك في الشغل. يعني بشكل عام عندنا كده ازمه ثقه. خلينا نثق في نفسنا الاول ونعرف امكانياتنا ونعرف احنا نقدر نعمل ايه، وبعدين نبتدي نفكر في الاخر. وهيكلمنا اكتر عن ده دكتور محمد حسين، وهو دكتوراه في الاداره بجامعه لندن. دكتور محمد صباح الخير. صباح الفل. واهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا رانيا. وعندنا ازمه ثقه زي ما كنت بقول في نفسنا وفي الاخر. نبتدي بالنفس وازمه ثقتنا في نفسنا. والواحد انا مش عارفه هل هو مثلا ازمه الثقه دي بتبقى نتيجه تربيه، بتبقى نتيجه ان الواحد مش عارف امكانياته، بتبقى نتيجه مجموعه احباطات الواحد بيتعرض ليها. يعني عايزه اعرف اساس المشكله ممكن يكون بيجي ايه. هو كل ده حاجات بتؤدي ان الناس بتبقى نظرتها لنفسها تفتقد مساله الثقه بالنفس. بس كل واحد بينه وبين نفسه، الفرق الحقيقي ما بين الانسان اللي عنده ثقه في نفسه والانسان اللي ما عندوش هو الطريقه اللي كل واحد فينا بيفكر فيها في نفسه، في مهاراته وفي حياته. لما تشوفي واحد مثلا ما عندوش ثقه بنفسه، لما يروح مثلا يتفرج على مشهد مثلا مسرحيه، يبقى طول ما هو بيتفرج على المسرحيه عمال يفكر ده بيعرف يغني احسن مني، دي بتعرف تمثل احسن مني. هو عمال يقارن نفسه دايما بين الناس، ودي حاجه على فكره بتيجي من التربيه. هل ممكن انا ده يحصل؟ طبعا، لان في ابهات كتير جدا بيفضلوا طول الوقت يقارنوا ولادهم وولاد جيرانهم وولاد عمامهم وولاد خالاتهم، فبيحط جوه ذهنه فكره المقارنه. فبيطلع الواحد بعد ما بيكبر عمال يقارن نفسه طول الوقت، نفسه بالناس، ويقارن نفسه في الحاجات اللي هو فيها اقل منهم. ده بيعزف احسن مني، ده بيتكلم احسن مني، دي النهارده عملت حلقه احسن مني. رؤيته لنفسه طول الوقت ان هو اقل من الناس بتخليه دايما نظرته لنفسه هو مش حاسس ان هو ممكن يعمل حاجه كبيره. عكس واحد تاني عنده ثقه بنفسه، لما بيبص لنفسه بيبقى فاكر ان في حاجات هو احسن فيها من الناس، وفي حاجات تانية الناس احسن فيها منه. فبيمشي مع الحال، بيبقى عنده الجرأة انه ياخد قرارات، بيبقى عنده الجرأة انه يتعلم حاجات ما كانش متعلمها قبل كده، بيبقى عنده الجرأة ان هو يشتغل في حاجات جديدة. ليه؟ لان هو عارف ومتأكد ان عنده شوية مهارات. جميل. فالموضوع نقدر نقول ان هو بيبتدي من التربيه. نقول كده رساله بسيطه لكل ام ولكل اب: بلاش يا جماعه نقارن ولادنا بولاد الناس التانية. يعني كل واحد وعنده امكانياته، وكل واحد وعنده قدراته. صحيح. فبلاش نقارن خالص. خالص ده شيء سلبي جدا. طبعا قارنه بنفسه هو، قارنه باللي انت متوقعه منه، قارنه بان هو قبل كده كان بيعمل الحكايه دي احسن، قارنه بان انت منتظر منه افضل لان هو شاطر في كذا وعنده كذا وعنده كذا فعلا. لكن تقارنه مع حد تاني انت بتحط جواه مشكله وانت مش واخد بالك. جميل. المشكله دي بتكبر، بيبقى شاب او بتبقى فتاه، بعد كده ده هيبقى انسان مسؤول وهي هتبقى انسان مسؤوله، هيواجهوا مجتمع كبير جدا، هيشتغلوا، هيتجوزوا، هيبقوا مسؤولين عن اسره. صحيح. كلام كتير جدا. طيب خلينا نقول ان هو ده حصل معاه خلاص، ان هو طفل كبر عنده ازمه ثقه في النفس. هو عنده ازمه ثقه. نعمل ايه؟ نتصرف معاه ازاي؟ حلوة. البنت دي او مع الولد ده. بصي يا رانيا، هي المشكله في ازمه الثقه ايه، او مشكله الثقه بالنفس، ان الواحد دايما بيبقى عنده خوف وهو بيعمل اي حاجه، سواء كانت جديده او حتى بيعملها قبل كده. يعني حتى الناس المحترفين اللي داخل مثلا يصور حلقه، اللي داخل مثلا يعمل محاضره، دايما جواه كده جزء من القلق او الخوف. الجزء من القلق او الخوف ده عندي حل من اتنين يخليه. انا دايما بعمل مقالات كده وكوتس وبنشرها. دايما كنت اقول انه الواحد لو خلى مشاكله وراه، المشاكل دي قوة كبيرة قوي، الخوف ده قوة كبيرة قوي. لو حطيتها ورايا هتزقني بقوة لقدام، ولو حطيتها قدامي هتزقني بقوة لورا. أيوة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو جاي اعمل حلقة وخايف ان انا ما اعملهاش كويس وقلقان من ده، عندي طريقه من اتنين في التفكير. يا اما اقول لنفسي انا لو رحت ممكن الحلقه ما تبقاش كويسه، وممكن كلامي ما يبقاش مقنع، وممكن كلامي ما يبقاش مفيد قوي، فلا خلاص بلاش، خليني مره تانية ابقى اروح واعتذر وما اروحش. كده انا حطيت خوفي وقلقي قدامي فزقني لورا خلاني ما اشتغلش احسن. او ان انا اقول لنفسي ايه اللي أنا لو ما عملتوش الحلقه هتطلع مش كويسه، فلو انا لو ما حضرتش الحلقه هتطلع مش كويسه، لو ما رحتش في ميعادي الحلقه هتطلع مش كويسه، لو ما عملتش كذا. فهنا انا حاطط ورايا حاجات خوف. القلق ده انا وظفته علشان اشتغل احسن، وظفته علشان اقرا اكتر، وظفته عشان اتعلم احسن. هنا انا خليت خوفي ورايا زقني لقدام. هو ده بالظبط اللي بيحصل في الثقه بالنفس. ان الناس اللي عندها مشكله قلق، مشكله خوف، بتحط دايما مشاكلها قدامها وتقعد تبص عليها كده، ويتخيل نفسه لما يفشل، ويتخيل نفسه لما الحلقه تبقى مش كويسه، فيلاقي انه اسلم طريقه انه يعمل ايه؟ انه ما يروحش الحلقه، انه ما يروحش الشغل، انه ما يروحش الانترفيو. فيبدا يبعد دايما عن الحاجات اللي المفروض يعملها، فامكانياته تقل بالفعل. الانسان اللي مش واثق في نفسه ده هل ليه
صفات معينه يعني اقدر اعرفها منه، ولا اللي مش واثق في نفسه دايما يعني دايما بيقول مثلا ايه، الانسان اللي دايما بيحاول يعمل ان هو واثق في نفسه جدا جدا ده هو بيعوض جزء ناقص جواه او حاسس ان في حاجه مش مكتمله قوي عنده جواه. هل الكلام ده حقيقي، ولا فعلا اللي واثق في نفسه بيبقى واضح عليه ان هو واثق في نفسه، واللي مش واثق في نفسه بيبقى واضح انه انسان مهزوز او واضح انه عنده مشكله ما؟ كل واحد عنده صفه سلبيه يا رانيا بيحاول دايما يخبيها، بيحاول دايما ما يبينهاش. مساله الثقه بالنفس دي بتبقى ظاهره قوي في التعامل مع الناس، بتبقى ظاهره قوي في طريقه الكلام، بتبقى ظاهره حتى في طريقه اللبس. بتلاقيه دايما هو عايز يمشي زي الناس، مش عايز يعمل حاجه مختلفه، مش عايز يجرب، مش عايز يعمل حاجه جديده، عايز يمشي دايما زي ما الناس علمته، زي ما الناس قالت له. لما الواحد بيعمل كده طول الوقت بيبان عليه قوي ان هو تقليدي، وان هو ما بيقدمش جديد، وان هو ما عندوش حاجه حقيقيه يعملها، فبيحاول يعمل اي حاجه تغطي على ده. لما ينجح اي نجاح صغير يحاول يكبره قوي قوي قوي. لما يشوف عظيم يعني. لما يشوف حد قدامه نجح في حاجه ما يقولش ابدا ده نجح عشان مجتهد، يبدا يتكلم على الناس، يقول ان ده مش ده عشان ظروفه سمحت له بكذا، دي عشان هي عندها علاقات، ده عشان هي ده عندها اللي مش فلوس. واثق في نفسه طبعا ده اللي بيعمل كده، ولا ده مثلا طبعا. لو انسان حقود او انسان جزء. ما خلي بالك من حاجه، الحقود دايما مش واثق في نفسه، لان الانسان اللي واثق في نفسه ما عندوش وقت للكلام ده. اللي عنده نفسيه النجاح ما عندوش الكلام ده. هو عايز ينجح وبيشتغل على اهدافه وبيطور نفسه ويشوف هو كان كويس امتى وكان مش كويس امتى ويشتغل. لكن لو انا عارف ان انا عمري ما هنجح وما عنديش ثقه في نفسي ان انا هنجح، لما اشوف رانيا نجحت هغير منها، لما اشوف رانيا نجحت هبدا اقول لا ده هي ابرر بقى النجاح ده بقى باي حاجه بقى. باي حاجه غير ان هي تكون كويسه وغير ان هي تكون مجتهده. فده بيفرق كتير جدا ما بين الشخص اللي عنده ثقه بنفسه وعنده نفسيه الشخص الناجح والهادي والمطمئن واللي بيتعامل كويس في الدنيا، والناحيه الثانيه العكس. طب ازاي الانسان اللي هو مش واثق في نفسه نخليه واثق في نفسه؟ نمره واحد لازم نساعده ايا كان هو مين الانسان ده، زميل في الشغل، صديقه ليك، حد في عيلتك، ممكن يكون زوج مش واثق في نفسه، تمام. او العكس زوجه مش واثقه في نفسها فتسبب كوارث ويسببوا لبعض الكوارث. ايا كان هو مين، ازاي لو انا عندي احساس ان الانسان اللي جواه، الانسان اللي قدامي ده مش واثق من نفسه من جواه، ازاي اقدر اساعده اني اعمل له بوش، او ان انا اساعده ان انا اخليه يبقى واثق في نفسه؟ طيب نمره واحد لازم نخلي كل واحد فينا يعود نفسه، او احنا نعلم الناس كده نقول لهم خلي ثقتك في نفسك دايما منبعها ثقتك في ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. ازاي؟ انه دي. ربنا سبحانه وتعالى ما نسيش حد، ما فيش حد كده اداله مهارات وحد حرمه. حقيقي. فانت لازم تبقى متاكد، زي ما دايما بنقول كده بالبلدي، هم 24 ايراد متوزعين على الناس كلها، كل واحد واخدها في حته. لازم تقعد مع نفسك تشوف ال 24 ايراد زي ما انت حضرتك بتقولي بقى، دول انا واخدهم في ايه؟ هم اكيد عندي. هل انا واخدهم في ان انا عندي قبول مع الناس؟ هل انا واخدهم في ان انا ذكي وشاطر في شغلي؟ هل انا واخدهم في ايه؟ فلازم نمره واحد اكون متاكد ان انا عندي حاجات لازم ابدا الاول ادور عليها، ولازم اكون وانا بدور عليها مقتنع ان انا عندي حاجات مش عند حد تاني، وان انا عندي حاجات تميزني، وان انا عندي حاجات انا كويس فيها. دي اول خطوه. الخطوه الثانيه لازم طول ما انا ماشي في الحياه ما قارنش نفسي باي حد احسن مني، ولا قارن نفسي باي حد اقل مني. اقارن نفسي باللي انا عايز اعمله. انا عايز اوصل لفين، انا عايز يبقى شكلي ايه، انا عايز انجح في ايه، واحط لنفسي خطه واشتغل عليها. ولازم نتعلم كويس قوي امتى نقفل ودنا. احنا ساعات كتير قوي بندي ودنا للناس ونسيبهم يقولوا كلام فيه ويقولوا كلام سلبي ونصدقه، انت ما بتعرفش تعمل كذا، انت ما خدتش بالك من كذا، وطول الوقت يبقى فاكر الواحد ان عنده تقصير. كتير جدا من الابهات والامهات وهم ماشيين في حياتهم يلفتوا نظر اولادهم لنقاط الضعف عندهم، ودي حاجه كويسه جدا. ودايما كتير جدا لما الناس تيجي مثلا في استشارات التدريب يقول لك انا عندي النقطه دي مش كويسه، عايز اعملها، عايز اخد فيها كورس، عايز اتعلم. طب لحظه واحده بس، انت كويس في ايه اصلا؟ أيوة. لان ممكن سيبك من نقاط الضعف دي، انت ممكن تركز على الحاجات اللي انت كويس فيها تبقى ممتاز فيها، ومش لازم مش لازم تبقى تنميها اكتر وتشتغل عليها اكتر. ايوه. فشوف انت اصلا كمان عندك ايه كويس اشتغل عليه. يقول لك اصل انا ما اعرفش، اصل انا طول عمري عارف ان انا ضعيف في كذا. عمر ما حد قال له. هو ضحيه على فكره، هو ما لقاش اللي يقول له. هو صحيح. حقيقي زي ما حضرتك بتقول، هو ما لقاش اللي يقول له. انا دايما اقول يا رانيا احنا في مصر كده ضحايا ثقافه اتدقني لو فلحت. ايوه. كل الناس سمعت الجمله دي. كل الابهات والامهات تقريبا قالوها لاولادهم. بالظبط. يخش كده المدرس في المدرسه يقول لك الدفعه دي دفعه وروني. ايوه. كان عندي زمان مدرسه كانت تدخل تقول نول تي يعني اللي هو يعني حاجه وحشه جدا، انتوا مش نافعين، مش نافعين، وكلنا نفعنا وكلنا نجحنا. صحيح. وتلاقي المدرس في المدرسه بيقول كده، والاب والام في البيت بيقول كده، والدكتور في الجامعه بيقول كده. بعد شويه لما انا اقعد اسمع الكلمه دي، انا دلوقتي بضحك على الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي، بس قبل كده لا كان بيأثر جدا طبعا. كنا بنحس ان احنا عمرنا ما هنلاقي لنا مكان في الدنيا دي. لان احنا سمعنا كلام سلبي كتير قوي، صدقنا معظمه. حقيقي. طيب ازاي اقدر افرق ما بين الانسان الواثق في نفسه والانسان المغرور؟ كويس. الانسان اللي مش واثق في نفسه هو انسان دايما بيقارن نفسه بالناس
اللي هم احسن منه ويقلق زي ما اتفقنا. المغرور العكس بقى، هو طول الوقت ماشي يقارن نفسه بالناس اللي هو احسن منهم. فانا فلان الفلاني عشان بعرف اعمل 1 2 3 4 وغيري ما بيعرفش، فدايما ده مركز العكس. ما هو الاثنين دايما عكس بعض خالص. طبعا. على فكره ساعات بيحصل ان واحد بيبقى مش واثق في نفسه، بيحاول يغطي على ده بانه يعمل حوالين نفسه هاله كده، ويبدا يتحرك عشان يقنع نفسه بان هو يعني، او يقنع اللي حواليه بان هو مختلف. الانسان المغرور هو دايما باصص على الاقل منه في كل حاجه ومركز عليه، ويحب دايما ينتقدهم عشان يقدر يتعالى دايما. بالزبط. بيبص على الاقل، ويحب على فكره كمان يحتك بيهم. يعني بعض الناس يقول لك المغرور منزوي. لا لا لا, لا. المنزوي ده مش مغرور. المغرور بيحب ينزل يحتك بالناس عشان يثبت لنفسه ان هو احسن من فلان، وان هو اكفأ من فلان، وان هو اذكى من فلان. فالمغرور دايما بيقارن نفسه. شفنا نماذج كده كتير جدا. طبعا. ودايما هو الوحيد اللي ناجح، ودايما هو يسخر من الناس، ودايما الناس اللي اقل منه بيبقوا هم اللي بيكملوه على فكره. يعني دايما بتحس كده انه دايما فعلا بيبقى متواجد مع ناس اقل منه. طبعا. الانسان المغرور علشان يقدر انه هو بيجمعهم يعني حواليه، يتعالى عليهم، بيجمعهم. هو لو مدير شغال في مكان وحس ان في حد كويس بيحاول يتخلص منه. لانه هيبقى في حد بينافسه، حتى لو كان مستوى الوظيفي فرق بينهم 4 5 درجات، وعايز يبقى لوحده. لو انا كويس في مجال، مش عايز حد تاني حواليا، عايز ابقى انا الوحيد اللي ظاهر، عشان افضل طول الوقت انا اللي ظاهر، وافضل طول الوقت انا اللي بعلم، وافضل طول الوقت انا اللي في الصوره نمره 1. هو بيحاول يتخلص من الناس اللي مش كويسه، ويجيب ناس مش اكفاء يحيط نفسه بيهم عشان يفضل دايما يبدو احسن منه. احيانا الواحد بيبقى قبل كده مثلا بيبقى واثق في نفسه جدا، بيبقى عارف امكانياته جدا، مع ظروف الحياه، مع الاختلاط بالمجتمع، مع حياه جديده بتدخل عليها، مع ناس جديده ممكن تدخل في حياتك، ممكن الى حد ما تهز ثقتك في نفسك بشكل معين. والحقيقه انه خلينا نتكلم بصراحه ان في ناس بتعرف تعمل ده. يعني في ناس ممكن تعرف تهز ثقتك في نفسك، وتعرف تلعب على حاجات معينه جواك، وناس يعني بتفكر كده تفكير نفسي بحت سوداوي غريب قوي. ربنا يبعدنا عنهم كلهم يا رب، ويبعدهم عننا. بس نماذج موجوده في حياتنا. ازاي اقدر اتصدى للطاقات السلبيه الرهيبه دي؟ ازاي اقدر ابعد كل الناس اللي ممكن تكون بتهز ثقتي في نفسي، حتى لو كانوا من الناس القريبين مني؟ كويس. نمره 1، لازم الواحد يعيش حياته دايما بفكره التوقع. احنا مشكلتنا ان احنا بنتفاجئ طول الوقت في الحياه. بنزل الشارع فلاقي الشارع زحمه فاتفاجئ. لا، انت لازم تتوقع ان في حاجات ممكن النهارده تكون في الشارع. لازم تتوقع ان في كذا. لازم تكون عايش حياتك بالتوقع. داخل على بيئه عمل جديده، ما تتوقعش بقى ان الناس هتقابلك وهتسقف لك. لا، توقع ان في ناس مش مبسوطه، توقع ان في ناس هتغير، في ناس هتقلق، والناس كلها. وفي على فكره مش كل الناس كمان بتعرف تحب نفسها اصلا. يعني في ناس ما تحبش نفسها اصلا، فدي مشكله تانية خالص. فلازم تتوقع كل الحاجات دي عشان تستعد ليها اصلا. يبقى عندك، ما تبقاش متفاجئ. لما تبقى متوقع الكلام ده، ولما تبقى وانت بتتعامل مع الدنيا شايف ان ما هياش وردي بالشكل ده، وما هياش سودا ايضا، هي دايما في النص جراي اريا. كويس. هتشتغل على ده بجد، وهتبقى فاهم كويس قوي ان مش كل واحد جاي يقول لك انت مش كويس، مش كل واحد جاي يقول لك يا رانيا النهارده كانت الحلقه يعني هو مش بينصحك. هتبقي فاهمه ده كويس. هيبقى عندك فلتر. مهم قوي ان احنا نحط قبل مشاعرنا فلتر اسمه العقل، اسمه المنطق، اسمه ان انا اقيم الامور. مش كل حاجه نسمعها نصدقها، مش كل حاجه نسمعها نسمح لها انها تنفذ في مشاعرنا. بالظبط. وتسيب جوايا اثر. اصل هو قال لي النهارده ان ما يقول. خلي بالك 80% من راي الناس في الحياه هو رايهم في نفسهم. دي نقطه مهمه قوي. لو انا قلت ان فلان ده مش شاطر، ده مش رايي فيه هو، ده رايي في نفسي، لان انا مش قادر اشوف شطارته. مش قادر اشوف نجاحه، مش قادر اشوف ان هو مجتهد. ف80% من راي الناس في الحياه هو رايهم في. عشان كده مهم قوي لما نيجي مثلا نعمل حاجه اسمها تحليل الخرائط الذهنيه، ندي الناس ورقه وقلم ونقول له اوصف المكان اللي هو فيه. شوف المكان ده وشوف الالوان، وناخد الورقه دي نبص فيها كده، نعرف شخصيته، نعرف هو بيفكر في ايه وبيحس بايه، هو ركز على ايه، هو وصف المكان ده بكلمات شكلها ايه، هو شايف الحكايه دي عامله ازاي. وساعات نقول له اوصف نفسك، انت شايف نفسك ايه. فالطريقه اللي بيوصف بيها المكان، الطريقه اللي بيوصف بيها نفسه، بتبين كتير جدا مدلول الشخصيه دي عامله ازاي. لازم اكون انا عارف الكلام ده وانا بتعامل مع الناس. اكيد لازم اكون فاهم الكلام ده. مش كل واحد بيقول لي انت الحلقه وحشه يبقى الحلقه وحشه. يبقى الحلقه فعلا لا، في قناعات ثانيه وجهه نظره، بالظبط، او هو شايفها وحشه. بالظبط. خلي بالك من حاجه، ممكن جدا نكون قاعدين مثلا في مؤتمر، قاعدين في تدريب، وحد من الناس دول يكون بيشارك او بيهتم او بيسال. ممكن انا كمحاضر اكون مبسوط جدا بيه، بس ممكن الناس اللي حواليه مش مبسوطين، لانه حاسين ان هو بياخد من وقتهم، وان هو بيحتكر المناقشه، وان هو الشخص ده بيظهر ان هو فاهم اكتر منهم، فيتضايقوا رغم ان هو ما خرجش بره الاطار. ليه؟ لان هم ثقتهم بنفسهم ممكن يكون فيها مشكله، فاتضايقوا من ده. فطول الوقت احنا بنعرف لما اللي بيجي حد يقول لي حاجه، لازم احط فلتر قبل ما اسمح ان الحاجه دي تخش جوايا واصدقها.
مفهوم. جزئيه مهمه بس مش عايزه الوقت يجري مننا، لان احنا حقيقي عندنا الازمه دي ونظريه المؤامره انتشرت بشكل كبير جدا جدا في الشعب المصري وفي مصر بشكل عام. ثقتنا في الاخر، ثقتنا في الاخر، لا هو اكيد بيعمل كده عشان حاجه، لا اصل الحكومه بتقول لنا كده علشان مش عارف ايه، لما تحصل ازمه بنزين لا ما هم اللي شايلين البنزين عشان يعملوا مشكله وبعدين يحلوها. طول الوقت عندنا نظريه المؤامره، وطول الوقت عندنا ازمه في ثقتنا بالاخر، مش بس سياسيا او مش بس مجتمعيا، ولكن كمان في حياتنا بشكل عام. انه ليه هي بتقول لي كده، طب ليه هو بيقول لي كده، ايه اللي حصل خلانا عاملين كده؟ اللي حصل ان احنا تعرضنا يعني حصل مشكلتين. المشكله الاولى اكتشفنا حجم مشاكل التعليم في مصر شكلها ايه بعد الاحداث اللي حصلت في مصر، انه ازاي ممكن حاجه تبقى واضحه وضوح الشمس والناس تشوفها بشكل تاني. سيمبلي ان في مشاكل في التعليم ادت لمشاكل في الادراك وفي الطريقه اللي الناس بتستوعب بيها. المشكله الثانيه احنا بقالنا تقريبا 3 سنين مورس على الشعب المصري كذب غير عادي. كل الناس في مصر كل الاطراف بتكذب على فكره. احنا مشكلتنا ان احنا بنشوف الحكايه ابيض واسود. لا لا لا، مفيش ملائكه وشياطين. كل الناس بتعمل حاجات ايجابيه وبتعمل حاجات سلبيه. طريقتنا في التفكير وطريقتنا في التعليم اللي علمتنا ان الدنيا كلها بتتلخص في ابيض واسود. الدنيا كلها بتتلخص في حاجه اسمها الموديل انسر او الاجابه النموذجيه اللي اتعلمناها في المدرسه، اللي ما كتبش الاجابه دي يبقى غلط. عودتنا ان الدنيا ليها شكل واحد للحكايه، فلما بشوف الحكايه اللي بيخرج عن السياق ده يبقى كذاب. خلاص اللي ما قالش ده يبقى مش صح، اللي ما عملش ده يبقى لا. الحكايه فيه حاجه اسمها وجهه نظر. انا شايف الموضوع ده من انهي ناحيه. انا شايفه من انهي زاويه. احنا ما اتعلمناش ده، ما تعودناش، لا تعلمنا علمنا ده، ولا في البيوت في معظم البيوت المصريه اتعلمنا ده. فكانت النتيجه في النهايه هي ايه؟ ان احنا اتعودنا ان الدنيا ليها شكل واحد بس. لو مش هي الشكل ده تبقى غلط. عشان كده دايما نقول للناس ان رايك هو رايك وليس الحقيقه الكامله. لو انت اتعاملت مع ارائك انها الحقيقه الكامله، في اي حاجه تانية بتحصل بره ده يبقى انت في حاجه مش طبيعيه. ايوه. طيب روشته صغيره جدا لاعاده الثقه في النفس وفي الاخر، مفاتيح اذا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نستخدمها ونفكر نفسنا بيها هترجع لنا ثقتنا في نفسنا، وبالتالي هترجع ثقتنا في الاخر. نمره 1 خلي ثقتك بنفسك منبعها ثقتك في ان ربنا ما نسيكش. نمره 2 وانت بتشتغل على الحاجات اللي انت كويس فيها ركز على ده وفكر فيها دايما. نمره 3 حط لنفسك اهداف. الاهداف دي تبدا من السهل تتدرج شويه شويه، كل ما تحقق نجاح توصل فيها للاصعب. نمره 4 بطل تقارن نفسك بالناس، قارن نفسك باهدافك وباللي انت عايز تعمله. نمره 5 وانت بتشتغل افرح بنجاحك، اتكلم عن نجاحك، خلي الاخرين يتشاركوا معاك في الكلام ده عشان يهنوك ويباركوا لك، فتحس قد ايه ان انت عملت حاجه ليها قيمه، فده يديك دفعه للخطوه اللي بعدها. جميل جدا. دكتور محمد حسين، دكتوراه في الاداره جامعه لندن، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا، ونتمنى نقابلك في حلقات تانية نتكلم عن مواضيع اكتر ليها علاقه بالتنميه البشريه وليها علاقه بالمجتمع بشكل عام. ان شاء الله. شكرا. بشكرك. مشاهدينا دي كانت اخر فقره في حلقتنا النهارده، بشكركم على حسن المتابعه، يا رب تكونوا استفدتوا في حلقتنا النهارده على مدى ساعتين من الساعه 9 الصبح للساعه